كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل أحلى عاشورة بجد، كريمية جدا زي ما انتم شايفين، حلوة جدا وان شاء الله هتعجبك. معايا ربع كيلو من القمح المقشور، بيبقى بالشكل ده. غسلته، نضفته، غسلته ونقعته لمدة 12 ساعة. وفي فترة ال 12 ساعة دي كنت بغير المية وبشطفه من وقت للتاني. بعد كده بصفيه وبحطه في الحلة بتاعتي، وبحط عليه مية مغلية تغطيه، وبحطه على النار وبغطيه وانا مواربة الغطا. بحط بعد كده نص كمية السكر اللي احنا هنحطها بعد الغليان، واقلبهم مع بعض واسيبهم حوالي نص ساعة على النار. بغطي عليه بعد كده واطفي النار واسيبهم بقى لغاية اما الحباية تفتح معايا بالشكل ده كده. بتبقى كده بشغل النار تاني. هحتاج بقى في الكوباية هنا معايا 2 معلقة كبيرة من النشا و2 معلقة من الكريم شانتيه الخام، ولبن بودرة معالق كبيرة، ومعايا نص كوباية من السكر. باقي طبعا السكر بتاعي طبعا هزود على حسب الرغبة. وعندي معلقتين كبار من القشطة، قشطة وش اللبن او قشطة في العلب اي حاجة. كيلو لبن وظرفين من الفانيليا. هاخد بقى كوباية لبن من الكيلو بتاعنا، وباقي الكيلو هيتحط في الحلة. كوباية دي بقى هندوب بيها كل الموجود عندنا في الكب، وهندوبهم كويس جدا مع بعض، ونحط عليهم كمان معلقتين القشطة. طبعا بعد الغليان الحلة حطيت اللبن وبقلب كويس، وهضيف السكر على حسب الرغبة، ونضيف بعد كده الفانيليا. بسيبهم بعد كده شوية عشان ياخدوا من طعم بعض، وبعد كده بنزل بالخليط اللي احنا عملناه واقلب كويس لغاية اما القوام يتقل معايا. ممكن قبل ما نضيف اللبن ناخد نص كمية القمح ونضربها في الخلاط ونرجعها في الحلة تاني، ده على حسب الرغبة. بتحكم في القوام بتاعه بمعلقتين النشا، ممكن عاوزة تزودي براحتك جدا. انا بحبه يكون كريمي جدا وخفيف قوي، فبحط معلقتين كبار من النشا. بيبقى بالشكل ده كده معايا وهو لسه سخن. بضيفه بقى في البولات او الكوبايات وهو لسه سخن، وبسيبه لغاية ما يبرد خالص خالص. وبعد كده بغلفه وبحطه في التلاجة يسقع. بطلعه بيبقى واخد الوش المكرمش اللي احنا بنحبه ده، بيبقى جميل جدا وكريمي جدا جدا. جربيها ان شاء الله هتعجبك. وقت ما تقدميها ممكن تقدميها باي طريقة تحبيها، ممكن قطع المانجا، ممكن مكسرات، ممكن صوص كراميل، صوص فراولة، او اي صوص انتي بتحبيه، نوتيلا، زبدة لوتس، زبدة فستق، براحتك جدا. يعني بدعي بقى في الوقت ده واخترعي زي ما تحبي. انا ضفت مكسرات مشكلة وحطيت عليها كمان صوص الكراميل، وهنا ضفت قطع من بسكويت الاوريو ومعاها نوتيلا. بجد دي كانت رهيبة جدا، اختراع رهيب، جربيه هيعجبك جدا. ممكن كمان نضيف بندق مع نوتيلا وصوص فستق، بيبقى جميل جدا، او زبدة الفستق بتبقى حلوة جدا، ميكس مع بعض جميل جدا. شايفين الوش المكرمش؟ كريمية جدا يا جماعة، تحفة بجد. جربيها وان شاء الله هتعجبك، واعملي ميكسات زي ما انتي عاوزة واخترعي زي ما انتي عاوزة. مفيش حد احسن منك بيعمل حاجات حلوة. احلى عاشورة من ايدك، وكل سنة وانتم طيبين وبخير. يا ريت بقى لو عجبك الفيديو ما تنسنيش في اللايك والاشتراك في قناتي على اليوتيوب وصفة هدير سعد. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.